السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل وجبة غدا سهلة وبسيطة علشان مش عايزين نقف في المطبخ كتير. هتخلص معانا في ثواني وطعمها حلو جدا جدا. جنب شوية رز أبيض وطبق سلطة هتبقى وجبة متكاملة. تعالوا نسمي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف هنعمل إيه. معايا هنا بقى شوية بهارات حلوة قوي: ملح، فلفل أسمر، وكمان هنستخدم بصل بودر وتوم بودر. كمان هنستخدم كزبرة ناعمة، وكمان هنستخدم بابريكا. حابة تضيفي كركم ممكن تحطي معلقة صغيرة كمان. طبعا البهارات دي من كل حاجة معلقة صغيرة، وخلي بالك من الملح بيبقى حسب الرغبة. هنضيف بقى مع كل البهارات دي عصير نص ليمونة، وده اللي هيخلي التوابل بتاعتنا اللي احنا حاطينها ليها طعم تاني خالص، او ليمونة كاملة لو الليمونة صغيرة. هنقلب بقى البهارات دي في بعض كده، وبعدين هننزل عليها بوراك فراخ مخلية. انا خليها من الجلد ومن العظم. تقدر تخلي المحل اللي بتشتري منه الفراخ يخليلك الوراك من الجلد والعظم. تمام. طبعا العدد على عدد افراد الاسره اللي انت حابه تعمليها، حابه تعملي ورك واحد اتنين تلاته زي ما تحبي. وكمان حابه تحتفظي بالورك بحاله كده، حابه تقطعيه بالسكينه يبقى قطع صغيره، مفيش مشكله. هنتبل بقى الوراك دي كويس قوي بعد ما غسلناها كويس قوي 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 وصفيناها من الميه. هنتبلها بقى بالبهارات دي ونسيبها حوالي ربع ساعه بس مش اكتر. في طاسة بقى على النار هنروح نجيب حتة سمنة صغيرة كده، وهي دي حتة السمنة اللي هنستخدمها في الوصفة بتاعتنا كلها، علشان الفراخ تاخد معايا صدمة كده وتتحمر وتاخد لون ذهبي كده على الوشين. على كل ناحية هتاخد حوالي 3 دقايق على النار. اتأكدي ان الطاسة سخنة قوي، علشان لما تنزلي بالفراخ في الطاسة ما تنزلش ميتها، لا انا عايزاها تحتفظ بالسوائل اللي فيها، لان معروف ان الوراك بتبقى جوسي كده ولذيذة وطعمها جميل يعني. طبعا ممكن الوصفة دي تتعمل بصدور الدجاج، طبعا، بس الوراك بصراحة بتبقى اطعم. بس لو عندك صدور مفيش مشكلة، استخدمي بصدور الدجاج، كل صدر اقسميه نصين واستخدميه عادي خالص. بعد ما قلبنا كويس قوي من الناحيتين وخدت لون حلو، هنكون محضرين صينية او طاجن بايركس او طاجن فخار او اي حاجة عندك بتتخش الفرن، وهنبتدي نطلع عليها مباشرة الفراخ بتاعتنا. في الأثناء دي هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 200 علشان تسخن، عشان احنا عايزين ما نقفش كتير في المطبخ، وعايزين نعمل كل حاجتنا بسرعة. في نفس ذات الطاسة هننزل بقى ببطاطس متقطعة بالشكل ده، ولا هي تخينة قوي ولا هي رفيعة قوي، وهنديها تشويحة حلوة كده من كل الأجناب كده لحد لما تاخد لون ذهبي جميل كده. وطبعا هتاخد كل نكهات البهاريز كده والتوابل اللي كانت موجودة في الطاسة. هنشيلها بقى من الطاسة ونحطها في الطبق مباشرة بالشكل ده، او يعني الصينية اللي هتدخل الفرن، وهنرص الفراخ فوقيها بالشكل ده. هنحط البطاطس تحت والفراخ من فوق بالشكل ده. وبرضو اتبقى معانا شوية مادة دهنية في الطاسة، وده برضو اللي هنكمل بيه سوا الصوص اللي هنسوي بقى فيه الفراخ بتاعتنا. تعالوا بقى نحضر كوباية من اللبن البارد، وكمان هننزل عليه بمعلقتين من الدقيق. ولازم اللبن يكون بارد ما يكونش سخن، علشان لما تيجي تدوبي فيه الدقيق ما يكلكعش منك ويدوب معاكي بسرعة. انا دوبته في الدقيق علشان الطريقة دي بتبقى اخف من انك تحمري الدقيق في سمنة، لان كمية المادة الدهنية اللي موجودة مش هتكفي خالص، بس انا عايزة استخدمها بكمية مادة دهنية بسيطة، مش عايزة احط دهون تاني. هننزل بقى باللبن اللي احنا دوبنا فيه الدقيق على النار كده في نفس الطاسة، وهنبتدي نقلب بالشكل ده. هنلاقي ان القوام تخن معانا، هننزل بتاني كوباية من اللبن. حابة تزودي شوربة، حابة تزودي مية، مفيش اي مشكلة. هنقلب بقى لحد لما يكون القوام خفيف معايا كده، انا عايزة اعمل بشاميل خفيف خالص. هنظبط بقى الفلفل الاسمر، وكمان هنحط رشة من جوزة الطيب. لو حابة تستغني عنها استغني عنها تماما، مفيش اي مشكلة. هنظبط بقى كمية الملح، وهنحط كمية الملح اللي انت تحبيها، يعني معلقة صغيرة كده عشان نظبط بس الطعم. وبعدين اول لما يغلي معايا الصوص هنطفي عليه بالشكل ده. هو خلاص كده استوى معايا تمام. هنحط بقى رشة من البقدونس والشبت، ودي بتنقل الطعم في حتة تانية خالص.
لو حابة تضيفي فص توم مفروم ممكن تضيفيه قبل ما تضيفي البشاميل، يعني تديله تشويحة كده في السمنة اللي اتبقت من تحمير البطاطس، وبعد كده تنزلي باللبن الحليب هو والدقيق عادي. بس انا ما حبيتش يكون طعم التوم ظاهر قوي لان انا مستخدمة توم باودر في الوصفة. هننزل بقى بالسائل الجميل اللي احنا عملناه والصوص الحلو ده على الفراخ بتاعتنا والبطاطس، ونتأكد كده انها اتشربت كويس من السائل بتاعنا. وبعد كده هنرش رشة تاني من البقدونس والشبت فوق الوش كده، وبعدين ندخلها الفرن على درجة حرارة 200. هتقعد حوالي 45 دقيقة، ما تغطيش الصينية ولا بورق زبدة ولا بورق فويل، هي هتستوي مع حالها كده. شايفين الشكل طالع في منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله، جميلة، طعمها جميل، بطاطس جراتان بالفراخ بأحلى صوص البشاميل ده بصراحة جميل جدا جدا. خلي بالك ان الصوص هنا خفيف مش تقيل زي ما بنعمل المكرونة البشاميل. تمام. سهلة جدا جدا وبسيطة، البطاطس مستوية وفي نفس الوقت محتفظة بقوامها، البطاطس ما تهرتش. جميلة جدا جدا. واللي خدم البطاطس بتاعتنا انها ما تتهريش معايا ان انا عطيتها تشويحة في الطاسة كده، التشويحة دي حافظت على قوام البطاطس كويس جدا جدا. حابة تحطي البطاطس نية زي ما هي في الطاسة مفيش اي مشكلة، حطيها في الصينية على طول من غير تشويح في الطاسة. لو عايزه اقول لك انها جميله جدا، ما خدتش وقت ولا في التحضير ولا في التجهيز، سهله جدا جدا وبسيطه، جنب حبه رز ابيض كده وطبق سلطه او حتى رغيف عيش. جميله جدا جدا وسهله وبسيطه. البطاطس بقى مستويه جدا زي ما قلنا، وكمان الفراخ هتلاقيها مستويه، والوراك كمان هتلاقيها جوسي جدا جدا في الوصفه دي، وجميله كده وحلوه. تمام. لو عجبتك الوصفة وصلتي معايا لحد هنا، ما تبخليش عليا باللايك، نوريني بالاشتراك في قناة صنعة في المطبخ مع أميرة الطاهر علشان يوصلك كل جديد، وكومنت حلو منك يشجعني على الاستمرارية. شكرا للمشاهدة.